لو انت داخل البورصة وعايز تكسب، لازم تعرف ان في اخطاء بيقع فيها المبتدئين بتخليهم يخسروا بسرعة. لان الاهم من انك تكسب في مجال مخاطرته عالية زي البورصة هو انك تتجنب الخسارة. في الفيديو ده هقولك على اخطر 5 اخطاء بيقع فيهم اغلب المستثمرين الجداد. لو قدرت تتجنبهم فرصتك انك تنجح في استثمارك في البورصة هتزيد جدا. يلا بينا نبدأ. أكبر غلطة بيعملها الناس هي إنهم بيدخلوا البورصة من غير أي خطة، بيشتروا أسهم عشوائي كده من غير ما يكون عندهم هدف واضح أو استراتيجية معينة. لازم تسأل نفسك، أنت مستثمر طويل الأجل ولا مضارب يومي؟ هل هدفك تحقيق ربح سريع ولا استثمار آمن؟ هتشتري الأسهم على دفعات ولا مرة واحدة؟ هدفك توزيعات الأرباح ولا أسهم النمو؟ كل ما كان عندك خطة ماشي عليها كل ما فرصتك في النجاح هتزيد. تخيل معايا كده سهم معين بدأ ينزل، فجأة تلاقي نفسك مرعوب وعايز تبيع بسرعة قبل ما تخسر أكتر، أو العكس تلاقي سهم طاير لفوق فتجري تشتريه من غير ما تفكر. ده اسمه الاستثمار بالعاطفة، وده كارثة. إنك وإنت بتستثمر بيكون بيحركك أي حاجة من الاتنين دول، الخوف أو الطمع، أو إنك تكون شاري أو محتفظ بسهم لمجرد إنك حابب السهم ده وكل البيانات والتحليلات بتقول غير كده، أو قيمته العادلة أقل من سعره الحالي، أو العكس إنك تبيع سهم لمجرد إنك خسرت منه قبل كده. لازم في البورصة تبعد العواطف تماما وتبني قراراتك على تحليل منطقي وسليم. كم مرة سمعت حد يقولك اشتري السهم ده هينفجر قريب، أو حد على جروب فيسبوك يقولك إن السهم ده فرصة العمر، صواريخ للمريخ. المشكلة إن الناس بتسمع توصيات من غير ما تعمل أي تحليل، وده بيخليهم يقعوا في الفخ. لازم تعتمد على تحليل الأسهم بنفسك، تحليل مالي أولا وتحليل فني، ولو مش عارفهم لازم تتعلمهم وتفهم أسباب ارتفاع وانخفاض الأسعار قبل ما تاخد أي قرار، عشان دي فلوسك وإنت الوحيد اللي هتزعل لو خسرتها. وممكن ترجع للفيديو ده شرحت فيه التحليل وأنواعه بالتفصيل. في ناس بتحط كل فلوسها في سهم واحد أو قطاع معين، ولو السهم ده وقع هتخسر كل حاجة، ويحصل لهم زي الناس في الأفلام والمسلسلات العربي القديمة اللي هو بيجيله أزمة قلبية عشان خسر فلوسه كلها في البورصة. كونك إنك عامل المحفظة الاستثمارية بتاعة البورصة سهم واحد كارثة بكل المقاييس. لو الشركة دي حصل لها أي أزمة من أي نوع هتخسر خسائر كبيرة جدا. فالحل التنويع، يعني توزع استثماراتك على أكتر من سهم وفي قطاعات مختلفة، وأنسب عدد أسهم هم من 3 ل5 أسهم في قطاعات مختلفة. يعني ممكن تختار أحسن سهم في كل قطاع في ال3 أو ال5 قطاعات المختلفة دول، عشان زي إنك مش المفروض تعتمد على مصدر دخل واحد. نفس الفكرة في الاستثمار، والكلام ده بينطبق على تنويع الاستثمار في البورصة أو المحفظة الاستثمارية كلها. يعني ممكن تقسم جزء ذهب وجزء للاستثمار في البورصة، والجزء بتاع الاستثمار في البورصة تقسمه على الأسهم بتاعة القطاعات اللي احنا قلنا عليها. التسرع في القرارات بيضيع فرص كبيرة. يعني ممكن تبيع سهم بسرعة بعد ما ينزل بشوية وبعدها تلاقيه بيرجع يطلع تاني، أو تشتري لمجرد إنه ارتفع يومين فتتفاجئ إنه بينزل بعدها. وكل شوية تدخل على الابليكيشن بتاع شركة السمسرة، وكل ما السهم يطلع أو ينزل 1 ولا 2% تفضل قلقان، أو الأسوأ إنك تبيع بخسارة. لازم يكون عندك صبر وتحدد نقط البيع والشراء بناء على تحليل مش مجرد إحساس، لأنك في الحالة دي بتتحول من فئة المستثمرين لفئة القطيع اللي هو بيشتري مع اللي طالع وبيبيع مع اللي نازل، وبتكون خسران في الحالتين. ولو شفت الفيديو ده اللي اتكلمنا عنه عن المستثمر طويل الأجل والطريقة اللي بيشتغل بيها، وقلنا إنه مش بيفرق معاه السهم طلع أو نزل لأنه كده كده كسبان في النهاية. دلوقتي عرفت أكبر 5 أخطاء بتخلي الناس تخسر فلوسها في البورصة. أهم حاجة إنك تتجنبهم وتتعلم الاستثمار بشكل صحيح. قولولي في التعليقات إيه أكتر خطأ وقعتوا فيه قبل كده. ولو عجبك الفيديو ده ما تنساش اللايك والاشتراك عشان يوصلك كل جديد.